يعني اللي يسيب زوجته حد يعتدي عليها ده اهبل. لا ده لفظ تاني مش هينفع اقوله. ديوس يعني. طبعا. ده ده كتاب القديسين عندك اسمه بقى بيعملوا بستان الكلام ده. ادي كتاب بستان الرهبان اهو. القديس بولس البسيط تلميذ الانبا انطونيوس. بيقول تمام. لك ان هو دخل يوما من الايام الى بيته فوجد احد خدامه على السرير مع زوجته، فقال لها ايه يعني بقى؟ استنى بس، فقال يعني لزوجتي القديس الرائع الجميل الانبا بولا البسيط ده دخل لقى مراته لا مؤاخذه مع واحد من الخدم بتوعه. فقال لزوجته بعد ما شافها على السرير بيعملوا كتب ان هو شغال كتبها مع السرير يا فندم، ولا حضرتك بتالف من عندك؟ فين السرير مكتوب؟ ايوه فين السرير؟ صح، فين السرير يا حاج سعيد؟ فين السرير معلش يا شيخ سعيد لو سمحت؟ مع احد خدامه على السرير مع زوجته. على السرير مع زوجته. تمام. ايوه. فقال لزوجته مبروك عليك العلاقه الغير الشريفه دي، مبارك لك فيه ايتها المراه، ومبارك له فيك اذا اخترتيه دوني لو اخترتيه من بعدي. يعني ده تطبيق عملي للنص اللي بيقول لا تقاوموا الشر. او شر دخل لقى مراته مع راجل قال لها يلا الف مبروك عليكم، معرفش جاب لهم جاتوه او حاجه ساعه ولا لا، ايه رايك؟ ده يعني انا مش عارف، ده ممكن برضه اسال في الموضوع ده. خد بالك انك انت يا استاذ بيتر انت اللي حطيت المعيار ان الراجل اللي هيخش ان هيسيب زوجته او اهل بيته يعتدى عليها فراجل ديوس. يبقى القديس بولس البسيط ده ديوس ولا لا يا فندم؟ لا ما نحكمش على حد، ده انا هجاوب على حضرتك. مش انت خدت بالمبدا وقلت يعني المبدا واحد، المبدا واحد. طيب اهو ده تلميذ الانبا انطونيوس.